خدها ليه؟ انت انا مش مشترك ليه؟ انا عايز افهم كده، انا عايز افهم يعني. انت كل يوم تخش تتفرج وما تحطش لايك ونقول ماشي، وكمان ما تحطش كومنت ونقول ماشي، انما ما تشتركش، دي بقى اللي مش ماشي. اشترك يا اسطى، حط كومنت كده وخلي عندك يعني شويه من الاحمر يعني. وانت كمان يا ابله انت اللي قاعده ورا الكلام ليك برضه يعني، ظبطوا الدنيا يعني. انا يعني الصوت ده بفلوس والله العظيم، بدفع اشتراك شهري عشان الحنجره دي. احمدك اشكرك يا رب على هذه الحنجره. المهم يعني انا جايب لك النهارده نسخه معلم بقى، كله بقى طالع لك نسخ رمضان ونسخ بلس ونسخ شبيه وحاجات جنب متجر سواء ماشي. انا جاي لك النهارده بقى اقفل لك على الباب اللي فات ده كله، وجايب لك حاجه جامده فشخل. لا هي جامده فشخلتين ثلاثه يعني زي ما تقول يا راجل. تمام. بس طبعا قبل ما نخش ونوريك النسخه والشغل الجامد في الشغل ده، تاكد ان انت عامل لايك وكومنت وسبسكرايبر هنا، وكمان قناه تيتو رو ها، اللي انا بنزل عليها ملخصات افلام. وانا اصلا نزلت الفيلم هنا وكنت بقول مش هجيب ريتش، بس سبحانه فيلم جاب ريتش وعجبكم اوساخ. بس المهم يعني لو انت عايز تسمع ملخصات زي دي، هسيب لك الرابط بتاع القناه بتاعت تلخيص الافلام، بنزل لك عليها فيديو كل يوم، فظبطت الدنيا هناك يعني. ويلا بينا بقى على الفيديو بتاعنا. بس قبل ما نخش على الفيديو بتاعنا نجيب الكومنتات القمر، وعايز كومنتك يطلع طبل لي يا معلم، طبل لي طبل لي يا معلم، طبل بقى، بص طبل زي ما طبل. طبلت لها يا معلم وخلصت. نشوف بقى النسخه بتاعتنا ولا نفضل نطبل لبعض بقى، ولا ايه الدنيا يعني؟ ها نخش بقى بس كده يا بس دي كده يا باشا شكل النسخه بتاعتنا. نخش على النسخه كده، قراء السبه وحرق، هتفتح معاك بالواجهه دي كده تمام. انا ما تبصش على الرقم اللي انا مسجله بحاجه جامده، مالكش دعوه مالكش دعوه انت في رمضان يالا. المهم يا عم الحاج، دي كده شكل النسخه، حاجه جامده بفتيكه تمام، حاجه جامده في شكل. امين امين. خلينا وليكن كده نجيب شكل الشات، انا عايزك تركز معايا في العظمه في العظمه. خلينا وليكن نخش مثلا على الشات ده كده مثلا، وشوف ده مش شكل الشات. تقول لي ازاي؟ اقول لك بص يا معلم، اقوم جاي عاملين كده اهو، وتقوم جاي واخد على الخلفيه تمام، وتقوم جاي عامل كده اهو، وتقوم جاي عامل كده اهو تمام، وتقوم جاي عامل كده لكل الدردشات اهو. دي كده يا معلم خلفيه النسخه، حاجه جامده فشقله. اختلاف يابا اختلاف. النسخه دي نسخه مين؟ هعرفك دلوقتي، بس اتقل يا اسطى، اتقل تتكيف كده. تضغط على الثلاث نقط دول، فيها فيروس في الشات اهو عشان تخربها. ولو ضغطنا على الثلاث نقط دول طبعا بقى الخلفيه والمزيد واعدادات اخرى. اعدادات اخرى دي بقى لو دخلت كده هتلاقي حاجات قليله ادب، مالناش دعوه بيها. نرجع كده بقى يا معلم، نقوم جايين ضاغطين فين؟ على الثلاث نقط دول، وبعد كده نقوم ايوه النسخه بتاعت الالماني الكبير فيرجن 12 ده جامد فشخله، ولكل التقدير والاحترام. احترم ولا وحط له لايك هناك وقول له ريبل تيتو بيمسي عليك وعامل لك فيديو جامد فشخله، وابسط يا عم يلا تتشهر يعني. المهم نقوم جايين ضاغطين فين؟ على الالماني الكبير، وبعد كده خش هتجيبك، هتلاقي بقى واجهه برايف في الساحه حرفيا جامده فشخله. تضغط بقى على الخصوصيه والحمايه، ركز بقى معايا ولا هنا، ركز كده ولا عندك هنا اخفاء اخر ظهور، وهنا تعطيل عادي التوجيه. ونقف هنا بقى اللحظه من الثانيه كده واقول كلمتين. في ناس بتقول لي ما تطولش في الفيديو وما تعملش في الفيديو وما تشرحش النسخه اصلا ونزلها لنا كده على طول. طب يا حبيب قلبي انت فاهم والدنيا زي الفل وعيل جامد فشخله ومفيش من 200 وامك اتنين. امين امين. في ناس بقى جديده خالص على الابيض يابا، مش عارفين اي حاجه. فبالنسبه لي لو انا جيت يعني لو انا قلت يعني شرحت الفيديو ولخصته لك في 3 4 دقايق ومشي وفي ثانيه كده زي ما كنت بعمل الاول، الناس بقى اللي مش فاهمه حاجه دي مش هتشترك لي اصلا ومش هتعبرني في الجزمه تمام. فانا هدفي الناس اللي مش فاهمه. الناس اللي فاهمه طب تمام، انت تمام مشغل الفيديو جنبك كده، خد منه الباسورد وخد النسخه واتكل على الله عادي مفيش اي مشكله. امين. انما الناس اللي مش فاهمه لازم انا هتركز معايا في الفيديو وتقول وكل تفصيله هقولها هتعملها عشان هم مش فاهمين، ولازم الواحد يوصل لهم المعلومه صح. وانا خير ما يعني سيد من يعمل كده، واخد بالك. نرجع بقى للنسخه بتاعتنا، مش هنفضل نزيط. نقوم جاي عندك بقى اخفاء مشاهد الستوري ومنع حذف الستوري، اخفاء سيره الستوري وعشان احنا في رمضان وكده. وطبعا بقى اخيرا وليس اخيرا كده تقفل النسخه بباسورد عشان ما تاخدش على مخرتك ونتفض يعني. نرجع كده ابو الحاج، خش على اضافات الوجه، ركز معايا ولا اشكال الوجه. عندك بقى شويه اشكال وجه، انا بختار بحب الشكل. خلينا وليكن اختار الشكل الثاني مثلا. وعندك هنا الالماني الكبير تمام. خطوط بقى للنسخه بقى، خطوط للنسخه بقى. انا وليكن يعني هفعل الزرار ده مثلا
تمام. تعالى بقى كده يا باشا اشكال الواجهه من الداخل، انا هختار برضو الشكل التاني. تمام. اسطر الشات هختار التاني برضو. تمام. ليله جامده حرفيا يعني. تغيير اسماء وخلي النسخه باسمك. بص بقى يا اسطى، بص بقى يا معلم، لو ضغطت هنا كده هتحط اي اسم هتحطه هنا هتلاقي النسخه بتتغير بيك. تمام. تمام قوي. هنا بقى بص بقى يا معلم، شغل شوف الجمدان بقى. هنا غير رقمك وفك البلوك، حاجه عظمه يعني. انت حبكت يعني، اللي بيبعت رساله حبكت بامه يعني يبقى على الطلاق داخل عامل لك بلوك. يلا يا عم في قلب الفيديو كده، يلا يعني خد، ده انت عيل سمبو حقير. نرجع بقى كده يا عم على النسخه بتاعتنا. عندك بقى هنا اختار عدد الشتات المرشفه. تمام. وهنا رد تلقائي عن المنشن في الجروب، وهنا تغيير اسمك لاسم وهمي، يعني انت ممكن تعمل اسم وهمي عادي. تمام. شو اضافات انت مستحيل هتلاقي غير في النسخه دي حرفيا يعني، الالماني الكبير بيضحي بقى. هنا غير رقمك لرقم وهمي. هنا غير الرساله من عند صاحبك اللي هو بتفيك الرساله يعني. تمام. تغيير عدد مشاهده الستوري، يعني انت لو عندك مثلا 5 6 بيشوف الستوري، ممكن بقى تفيك العدد من هنا وتخليهم 5 6000 يشوفوا الستوري، تبقى عيل جامد فشخ. تغيير كلمه ادمن، يعني عايز تغير كلمه ادمن او تغير هي اسمها ايه، اللي هي اونلاين يعني، اونلاين، ايوه سوري اونلاين، تخليها مثلا متصل الان، الواد الخنزير ده متصل، وهكذا. هنا منشن وهمي لاعضاء الروم، هنا حدد كل الرسائل بضغطه، شوف الرساله من غير ما يعرف. تمام. خلي الستوري اكتر من 24 ساعه، يعني انت ممكن تخلي الستوري بتاعك يومين 3، دي حاجه جامده فشخله عجباني. هنا الغاء المنشن الوهمي، اظهار الرساله اعاده توجيه، اظهار رساله في الروم اعاده توجيه، منع حرق النسخه من الاضافات، حاجه جامده فشخ وربنا جامده فشخ كلها. تعالى بقى يا معلم خد لك اول رقمين من الباسورد بقى، بما اني ما قلتلكش النسخه باسورد فهي النسخه باسورد، فانت خد لك اول رقمين من الباسورد همت الا وهما 0 كمل معايا بقى عشان تعرف ان الرقمين التانيين كانوا اتفض كده والله يقطعك، وشير كده وظبط الدنيا، شير كده وحط لي 5 6 مشتركين في القناه كده بالسكرين، وتعالى بقى انا اديك النسخه كده قبل ما تنزل اليوتيوب اصلا عادي. عندك بقى يا باشا هنا ايه، ركز بقى اضافات الفيروس، يعني كل اللي فات ده ما كانش اضافات الفيروس اصلا يا شيخ. تعالى بقى يا باشا كده، عدم تهنيج، بص عدم تهنيج من الضغط، عدم تهنيج قطع الاتصال، عدم تهنيج من فيروس الصور، عدم تهنيج من فيروس الصور 2، عدم تهنيج من الفيروسات، من اي فيروسات بقى. هنا اعاده تشغيل عند تفعيل اي شيء، هنا استلام الكونكتات، هنا عدم التاخر في الاتصال، هنا عدم التهنيج بنسبه 75%، وهنا عدم حرق اعاده التشغيل، وهنا تفريغ مساحه النسخه. وبص يابا بص يابا، يعني انت عندك بقى حرق مكالمه وحرق مش عارف بايه حاجات جامده في كل. انا مش هفضل اشرح لك بقى واطول لك في الفيديو في الفاضي، دي للناس اللي مش فاهمه، كل دي زراير فيروس. لو حد بيرمي عليك فيروس او حاجات بتخلي النسخه اللي معاك تهنج، تنزل بقى نسخه اليابا وتقوم جاي حاطط ملف بسرعه جميل في كل كده، اللي انا ان شاء الله بعد عمر طويل مش عارف انزله امتى. المهم يعني هظبط لكم الدنيا. نرجع كده اعمل حاج، نقوم جايين داخلين على اضافات الشاشه. بص بقى ليه، عندك شغل عظمه، فصل الرومات عن الشتات، هنا اظهار رمز اضافه الحسابات، اخفاء الكاميرا من الشاشه، اخفاء شريط الادوات، عرض ايقونه وضع الطيران، يعني انت لو عايز تعرضها بره هنا في الشاشه الرئيسيه بتعرضها، ما انتش عايز عادي يابا عادي. هنا اظهار اخر ظهور لاي شخص، هنا تعطيل نقطه متصل، وهنا اللي هي نقطه متصل دي اللي هي النقطه الخضراء اللي تبقى على اسم الشخص المتصل، وهكذا يعني. عندك هنا اظهار اسمك في الشاشه اللي هو يعني مكان الالماني الكبير، وانا طبعا عشان انا ريبل تيتو حل كلمه في الشغل، فمن حق ان انا احط اسمي يابا، وانا تيتو ريبل تيتو على انت حط لايك بقى عشان ما تقولوش بينا بقى تسكناش. عندك طبعا هنا يا باشا اظهار البايو بتاعك، طبعا انا البايو بتاعي يابا واي بايو كده، هنا اظهار رقمك لو عايز تظهره، انا مش عايز اظهره عادي يعني. نرجع كده بقى يا معلم، خش على اضافات الاعجاب. بص بقى يا اسطى، عندك هنا استلام جهاز الاتصال 0، والتاكيد قبل ارسال ستيكر عشان اسمه خليفه، واخد بال حضرتك انت، ومش عايزين شغل سمبويه وعيال الخنزورويه يعني، انا بقول لك اهو. نيجي بقى اعمل حاج كده، واظهار علامه الادمان، وهنا تعديل رد الفعل المزدوج. انا مش حتى النسخه بقت يعني اما وانا صغير كنت عليا النعمه بيفكرني بعاطف الطاير، مش مهم. انا عندك تغيير ايموجي الاعجاب، طبعا احنا عارفينه مش لازم نحكي فيه، احكيه لكم عشان الناس اللي مش فاهمه. بص يا معلم اهو، ده ايموجي الاعجاب ده، لو انت اي رساله حد بعت لك رساله وضغطت عليها بصبعك مرتين، تمام، بتقوم جاي متفاعل يعني مديله لايك كده عليها، تمام، زي الماسنجر بالظبط. عندك بقى يا باشا المستعرض، بص اهو المستعرض ده عادي يعني، حاجه عاديه ما فيهاش حاجه هي يعني، متصفح عادي يعني مش قصه. هنا اعدادات الجوده، بص بقى معلمي ركز معايا هنا لان الحته دي المهمه جدا 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 في النسخ الاحتياطي والاستعاده، طبعا دي احنا عارفينها، لو ضغطت عليها يجي لك نسخه احتياطيه وبعد كده استعاده، ليله جامده في شغل.
امين امين. ركز بقى هنا اعدادات الوسائط. بص بقى يا سيد الناس، انت دلوقتي لو عندك النت ابن ناس فعل الثلاثه دول. النت عندك احيان وعلى الله اوعى تفعلهم، لان انت لو فعلتهم هتتمرجح وهتعوز كل 3 دقايق كارت شحن. فصباح الفل. انا لا، خليني صريح معاك، مش هقول لك بقى الثلاث اضافات جامدين والدنيا والتيت. طب بيعملوا ايه يا عم تيتو؟ دول لما بتفعلهم بيرسلوا الصور والفيديوهات بجوده فوق الخيال. لو ما فعلتهمش بتتحطوا بالجوده بتاعتهم يعني عادي او اقل من بتاعتهم كمان عشان يوفر لك في النت. بس نرجع كده بقى يا باشا، وخد لك تاني رقمين من الباسورد الا وهما 2 عندك بقى تنظيف ملفات النسخه. ننظف النسخه عشان نبقى عيال جامده في شغل، عشان ما اديكش مقارنه. انا بقول لك اهو ننظف كده عشان احنا في رمضان، وننظف والنظاف ماشي. انا بقول الابوت عندك بقى، ده ابوت النسخه معلم، شغل جامد بفتكه وحاجه جامده في شغل. امين امين. نرجع بقى كده وافكرك تاني، لو انت ما رحتش اشتركت في قناه تيتو والرو انا هديك مقارنتك وجوك من الافاق. بتعمل قناه تيتو والرو دي، اقول لك الفيلم اللي انا منزله على القناه بتاعت ريبل تيتو انت بتشاهد عليها الفيديو ناو، فبتنزل نفس الملخصات والشغل جامد في شغل. هتلاقي بقى ملخصات ضحك وملخصات سيكو سيكو، مش سيكو سيكو قوي يعني، وملخصات اكشن واثاره ودراما وليله جامده في شغل. فروح ظبط الدنيا هناك وبس كده يا معلم. ده كان الفيديو بكل بساطه، واشوفك في فيديو جديد. خد بالك انت عبيط، انت هتمشي كده من غير ما تحط له لايك على القناه دي وسبسكرايبر لو انت مش سبسكرايبر ولا ايه؟ لا ما تخنقوناش. سلام يا عم، انا راح افطر. This is the moment, tonight is the night. We'll fight till it's over.